أحد. اليوم وبعد سقوط الصنم وذهاب الخوف من بطشه، وهي الحقيقة حجة يتحجج بها أغلب المداحون، رغم أن المغني كاظم الساهر يقول في برنامج العراب: لم يجبر أي من المطربين على الغناء لصدام، ويكذب من يقول أنني مجبر، أنا أغني لأي رئيس يرفع شعبه إلى السماء. فهل هذا يعني أن الساهر غنى لصدام برغبته وبحب؟ أو ربما يقصد أنه غنى لصدام لأن الأخير رفع شعبه إلى السماء؟ الأكثر دهشة أننا لم نسمع ردا على هذا التصريح من أي مطرب غنى لصدام. فهل سكوتهم علامة الرضا؟ أنا مثلا لو أعجب برئيس وعامل معطي حقوق الشعب ومعطي ممكن كل شيء، تغني له ممكن مو بس أغني له، يعني أحييه تحية أكيد كبيرة وتزقف له. يعني إحنا يعني يمكن المعاناة صارت في الوطن العربي إنه تشتت، يعني أكثر الشعب العربي حتى ما حدا فكر يغني للعراق. انت معاناتك كانت مختلفه تماما، انت ما صار لك فرصه تغني حتى كلف خاطره يغني لفلسطين. لا بس لا غنينا، كنا غنينا، حتى المطربين العرب غنوا للرئيس. عم نحكي عن صدام حسين، كل مجموعه كبيره من المطربين العرب مكره. كيف؟ نحكي عنك يعني كنت مجبر تغني. ما حد يجبرك، اللي اجى عليك وقال لك احنا كانوا يجبرونا يقول لك كذا. ما نراه اليوم